ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده. وحشتوني قوي قوي قوي. معلش ما قدرتش اصور الفتره اللي فاتت، بس ان شاء الله مجهزه لكم فيديوهات حلوه وهتعجبكم باذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل وصفه للصدور هتخليها طريه وحلوه وجميله. هنا عندي حله حاطه فيها سمنه او زيت او اي حاجه انت بتحبيها. حطيت لها ورقتين لورا، وكمان هنزل دلوقتي بالصدور هديها التشويحه. انا مستخدمه صدرين بس، هو يفضل تديها لون يعني، بس انا استكفيت بكده. هنزل دلوقتي بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ. محطيتش اكتر من كده للامانه، بس بجد كانت ريحه وطعم تحفه. وهنا عندي بصلتين هنزل بيهم على الفراخ وهقلبهم شويه لحد ما يتبلوا. ودلوقتي بقى هنزل بنص كميه الفلفل، لو حابه تنزلي بالفلفل كله تمام شغال، بس انا بحب انزل بخلي شويه فلفل دايما الاخر عشان يبقوا مقرمشين كده زي ما انتوا فاهمين يعني. بس مستخدمه فلفل بارد، وحاطه قرن واحد فلفل حامي، حوالي 3 قرون فلفل اخضر مش كبار بس وسط. هقلبهم كده شويه مع بعض. ودلوقتي نزلت ب3 طماطميات وهقلبهم مع بعض، وهغطيهم بقى واسيبهم لحد ما يستووا. طبعا كل شويه بديهم تقليبه. وهنا ضفت باقي الفلفل، كنت خلاص يعني قبل ما اطفي عليه، اتاكدت ان هي خلاص استوت. هي احلى حاجه في الفراخ ان هي بتستوي بسرعه يعني، مش بتاخد وقت. ودي خطوه اختياري، انا حبيت احط لها فحم، حبيت اديها طعم التدخين كده، بس طبعا اختياري لو مش حابين استبعدوها. وده شكلها، وهفتحها لكم واوريها لكم من جوه، كانت طريه وجميله حلوه قوي الطريقه دي للصدور. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.